السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة جمانة كويزين. اليوم راح نشارك معكم هذه الوصفة تاع البورك العنابي. هذه الوصفة عندي درتها في بداية تاع الأيامات الأولى تاع شهر رمضان، يعني ما كفانيش الوقت. نورمالمون كندير يعني وصفة تاع الحلويات العيد، ولكن يعني الظروف وتعرفوا كيما رمضان ما عندناش الوقت بزاف، لهذا درتها هذا يعني في هذا الوقت. يعني ومازال نطيبو، مازال نديرو البوراك، مازال يعني نديرو في الأطباق تاوعنا. هنا الوصفة تاع البريك هذا ولا البوراك العنابي يعني قسمتها، يعني كيما البيض كل واحد كيفاش يحب يطيبو. تحبوا تخلوه سايل، تحبوا تطيبوه مليح. يعني هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، إن شاء الله تعجبكم وندخلوا مباشرة في طريقة التحضير. هنا الحاجة اللي نبداو بها هي نغلو البطاطا تاع البوراك. أنا قطعتها مكعبات، درت لها في الماء، درت لها شوية ملح وراح نغليها. اللي يحب يديرها بقشرتها ديرها بقشرتها. هنا عندي كمية من اللحم المفروم يعني لا فيانداشي، عندي حبيبة بصل، عندي زيتون مقطع رقيق، لا تحبوا ديروا زيت الكحل. هنا عندي بصل مقطع وعندي المعدنوس. نحكموا هاد الحاجة الأولى نبداو بها، نحكموا هاد البطاطا نديروها في الماء، نديرولها شوية ملح ونغلوها ونخلوها تتغلى، يعني ما بين نجيبو لافاغ تاعنا تاع اللحم المفروم. هنا ناخد اللحم المفروم تاعي نديرلو شوية زيت ولا زيت زيتون ولا زبدة، كل واحد يدير واش يحب. هنا نحكم الحبة بصل هذيك نقطعها، يعني كل واحد يقطعها كيما تحب، تحبوا تسكرتوها ولا تقطعوها بالموس ولا ديروها في آلة كيما هذه، يعني تسهل علينا التقطيع تاع البصل. هكذا دوك نضيف البصل هذاك مع اللحم المفروم، نضيف لهم شوية ملح، شوية فلفل أسود، أنا عندي هذا فلفل أبيض، نديرلو شوية قرفة. يعني التوابل كل واحد يدير واش يحب، أنا نحب نديرلو غير شوية قرفة وشوية فلفل أسود. هكذا نخلطو جميع المقادير هذه ونحطوها على نار قليلة يتقلى لنا مليح هذاك البصل مع اللحم. هنا نقلوها مليح مليح. كما قلنا التوابل كل واحد يدير واش يحب، تحبوا ديروا الكركمة، تحبوا راس الحانوت، كاين التوابل يعني هذا اختياري، كل واحد يدير واش يحب. أنا بعد ما قليت هاد البصل واللحم المفروم ندير له شوية معدنوس ونكملو نقلوها غير شوية. دوكا أنايا ما بيد ما قليتها شوية شوية، يعني كيما المعدنوس ميسحقش طياب نطفو عليها. أنا بعد ما طاب لي هداك لا فيونداشي يعني الحشو تاعنا، ناخدو البطاطا هاذيك بعد ما تغلات نصفوها من الماء هداك إلا بقى فيها، يعني نعبزوها هكذا، ما نعبزوهاش بزاف شغل بيغي، مي هي تجي شوية شادة روحها. هاني نضيف لها شوية معدنوس، يعني هنا كل واحد يدير واش يحب، تقدروا ديروا شوية معدنوس، تقدروا تعاودوا ديروا لها لي زيبيس، تقدروا تعاودوا ديروا لها شوية بصل، كاين اللي يدير لها شوية هريسة لداخل، يعني كل واحد يعني هذا حر. هنا زدت شوية ملح باسكو مع الأول ما كانتش مالحة بزاف. هنا دوكا نبداو نشكلو في البوراك ديالنا. كيما هنا كاين أوراق ديور، كاين لي كاغي هادو يعني مربعات، أنا ما عجبونيش بزاف، جو بريفير الأخرين المدورين يكونوا شوية واسعين يعني يكونوا كبار، كيما هادو يجو صغار شوية، ولكن يعني لازم نستعملوهم. هنا ناخدو كمية من البطاطا، كيما هنا الكمية كل واحد يدير واش يحب، كاين اللي يحبهم معمرين بزاف، كاين اللي يحبهم معمرين غير شوية. هنا نديرو يعني شوية بطاطا نديروها على شكل كاري كيما الحبة تاع البريك ولا البوراك، وندير فوقها شوية يعني اللحم المفروم هذاك، ونديروها غير على الكاري، يعني في الوسط سيو ما نديروش باش نرمو الحبة بيض، ما تسيلناش الحبة بيض يعني تسيب بلاصتها. لهذا نديرو يعني لا فيوند هاشي نديروها غير هذاك لو تور برك تاع الحبة تاع البوراك تاعنا ولا البريك، يعني على هذا الشكل. يعني في لا فيديو راهي موضحة مليح هكذا، والكمية يعني كيما قلنا مع الأول كل واحد يدير الكمية اللي يحبها هكذا، ونخلي توجور حفرة في الوسط. نديرولها شوية بصل،
بصل خضر هكذا، أنا نحبو خضر هكذا. نديرلها شوية معدنوس، شوية زيتون هكذا. ونكسرلها حبة بيض، يعني البيض لي ناخدو شوية بيض صغير، نكسرو حبة بيض في الوسط هكذا على هذا الشكل. وهنا باش نغلقوها نحكمو بانسو، ناخدو من البيض من البياض البيض هذيك تاع الحبة بيض نديرو فيها وندهنو بها يعني البريك تاعنا، أوراق البريك تاعنا، يعني الورقة هذه تاع البريك ندهنوها باش يعني تلصق لي وما تنفتحش. كما قلنا انايا هاد الورقة جات شوية صغيرة، يعني نطبقوها على هاد الشكل. كاين اللي يحب يخليها هكذا، تحبوا تخلوها هكذا وتقلوها مباشرة، كل واحد كيفاش يحب. انا حبيت نديرها ورقة تانية ونقلبها هكذا باش تجيني يعني تجيني مليحة. يعني اوراق البريك يعرفهم يعني جبنان، ونجيبو يعني هذه الوراكة تاعنا تجينا كروستيونط وتجينا بنينة هكذا. يعني هذا اختياري، كل واحد كي تحبوا ديروا هكذاك برقة واحدة تحبوا ديروها بزوج. وتحطوها ديريكت يعني في المقلة مباشرة هكذا، ولا تحبوا توجدوهم من قبل تحبوا توجدوهم هكذا. وهنايا راح ندير ورقة واحدة أخرى، يعني بالشكل دائري تاع أوراق البريك هادو. علاش قلت لكم أنا جو بريفير هادو يجوني خير واسعين. حنا نزيدو شكل واحد أخرى، يعني كما نعرفو البوراك ولا البريك ساهل، ماشي ما فيش صعوبات. يعني نديرو الجهة اللي تجي تبرق هكذاك تجي طرية، تجي ليس ديروها من تحت. أنا هنايا درت جوج ورقات باش يجيني البوراك تاعي بنين هكذا. نديرو في الوسط كيما درنا مع الأول، نديرو بطاطا نديروها على شكل مربع. كيما هنا البطاطا تقدرو تاني ديرولها الفرماج، فرماج مثلثات هاذيك تاني تجي بنينة بيها تخلطو معاها. نديرولها لحم مفروم قاع لو توغ تاع البطاطا هاذيك، ونخليو توجور حفرة في الوسط باش نحطو الحبات تاع البريك تاع البيض لداخل. يعني لا فيديو واضحة مليح. شوية بصل، شوية زيتون، نزيدولها شوية معدنوس، ولا تحبو المعدنوس تحطوه فوق الحبة تاع البيض، يعني كل واحد الطريقة تاعو يديرها كيما يحب. نكسرولها حبة بيض، ندهنو كامل لو توغ تاع الديول تاوعنا بياض البيض هذاك باش نغلقوه. شوية ملح فوق البيضة هذي، تحبو ديرها تاني شوية معدنوس، ونغلقو الحبة ديالنا. باش تنغلق يعني المدورة تجي توجور خير. وهنا نكونو سخنا الزيت تاعنا، منديروهاش يعني النار قوية بزاف، منديروهاش منخفضة يعني بزاف. لا درناها منخفضة يشرب لنا بزاف زيت، إلا درناها قوية تحمر لنا تمتم وما طيبلناش شوية على الداخل. يعني البريك هادو الأوراق ما يطيبولناش كامل. كيما هنا نديروها متوسطة ونبداو نطيبو ونقلبوها، وطياب كل واحد تحبو تحمروهم ولا تحبو ديروهم شوية دوري هكذا. دوكا البريك تاعي دوكا أنا نكمل نقليه، نحطوه في طبسي فيه بابي أبسوربون، ولا تحطوه في كسكاس يقطر مليح ونقدموه. هذه هي الوصفة تاعي اليوم شاركتها معكم.
وهنايا في طاولة الإفطار، يعني قدمته على هاد الشكل. كما قلنا الطياب تاع البيض كاين اللي يحبو طايب بزاف كيما انايا نحبو طايب بزاف البيض، منحبوش سايل، وكاين اللي يحبوه سايل، يعني درت منه ومنه، كاين اللي حمرتهم شوية زيادة وكاين اللي درتهم منهم هكذا. هذا انا معنية نقول لكم ان شاء الله تبعوا الفيديو حتى الاخر وشجعونا، وصحة فطوركم وصحة رمضانكم، ونلقاكم في فيديو آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.